رائدات ورواد السينما المصرية: كوكا، عبلة، فارسة الصحراء. عبلة وعنتر اسمان خالدان في تاريخ الحب والفروسية، وأيضا في تاريخ السينما المصرية. وقد اقترن اسم النجمة السمراء كوكا على الشاشة باسم عبلة التي أحبها الفارس الأسود عنتر بن شداد. دخلت نجية إبراهيم بلال كوكا السينما من باب المسرح، حيث بدأت حياتها بالتمثيل في فرقتي رمسيس وفاطمة رشدي، ثم تركت المسرح لتعمل مونتيرة في قسم المونتاج باستوديو مصر الذي كان يرأسه نيازي مصطفى في ذلك الوقت. اتجهت كوكا للتمثيل في السينما في فيلمين، الأول بعنوان بواب العمارة إخراج ألكسندر فركاش وتمثيل علي الكسار، والثاني فيلم وداد إخراج أحمد بدرخان وبطولة أم كلثوم. كانت كوكا فتاة سمراء ذات شخصية جذابة، فلفتت إليها نظر النجم الإنجليزي بول روبنسون، فأسند إليها دور البطولة أمامه في الفيلم الإنجليزي تاجر الملح الذي صور في لندن. وفي ذلك الوقت صنعت منها الدعاية أسطورة في أذهان المتفرجين، وأطلق عليها لقب أميرة زنجبار، ودعيت في حفلات تتويج الملك إدوارد الثامن على عرش بريطانيا كأميرة إفريقية. وكان يقدر لها بعد هذا الفيلم أن تصبح نجمة من نجمات هوليوود، إذ التقى بها المخرج العالمي ألكسندر كوردا وعرض عليها عقدا للقيام ببطولة فيلم أمريكي من إخراجه، لكن المخرج نيازي مصطفى كان قد تقدم إلى خطبتها ورفض الموافقة على سفرها إلى هوليوود، فانصاعت لأمره وضحت بالنجومية العالمية في سبيل حبها وزواجها. وفي القاهرة تحولت أميرة زنجبار إلى فارسة الصحراء، فقد رسم نيازي مصطفى لها هذه الشخصية وقدمها في عمل بعنوان رابحة أمام بدر لاما، فاستقبلتها الجماهير بنجاح كبير، الأمر الذي شجع نيازي مصطفى على أن يقدمها في سلسلة أفلام عنتر بن شداد حوار وأسجال بيرم التونسي. فنالت في دور عبلة شعبية كبيرة جدا، جعلت صلاح أبو سيف يقدمها في نفس الشخصية في فيلمه عنتر وعبلة أمام الفنان سراج منير. كما أعاد نيازي مصطفى إخراج الفيلم مرتين، الأولى باسم عنتر بن شداد والثاني باسم عنتر يغزو الصحراء، قامت فيه كوكا بدور عبلة أمام عنتر جديد وهو النجم فريد شوقي، وانطبعت شخصيتها في الأذهان في صورة عبلة التي تجيد اللهجة البدوية، وذلك لأنها تتلمذت على يد الأستاذ بيرم التونسي الشاعر والزجال الشعبي المعروف. وقامت بدورين آخرين من الأدوار البدوية هما راوية والفارس الأسود، كما قامت بتمثيل دور ليلى العامرية أمام يحيى شاهين، وكان آخر دور لها وباللهجة البدوية أيضا في الفيلم الكوميدي أنكل زيزو حبيبي مع النجم محمد صبحي عام 1977. ولدت كوكا بالقاهرة في عام 1917 وتوفيت بمدينة الإسكندرية عام 1979 إثر إصابتها بمرض خبيث.